بسم الله الرحمن الرحيم. أزو الفلاون، مرحبا يسون. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم وصفه تاع واحد الكيك. كيك المحلات. دوك نقول لكم علاش كيك المحلات، علاش سميته كيك المحلات. لاخاطش القوام والذوق تاع هذا الكيك يجي تماما كيما الكيك اللي نشروه من المحلات، اللي نشروه واجد من المحلات. والمقادير تاعه جدا بسيطة، ويجي الذوق تاعه يجي بزاف بنين. بزوج حبات تاع البيض. هنا عندي زوج حبات تاع البيض الا كيكونوا ا طومبيراتور امبيونط، نكونوا مخرجينهم من الفريجيدار باش نقدروا نطلعوهم. غادي ندير معاهم مغرف صغيره تاع لافاني، الا عندكم لاغوم تاع لافاني ولا الليكيد ديروا. وهنا عندي لاغوم تاع الدهان، لا غومبور. درت مغرف صغيره البنات، ما تكثروش منها باسكو قاطع، وقرصه تاع الملح. وهنا عندي كاس تاع السكر غير ربع، كاس تاع السكر غير ربع، كاس تاع 250 مليلتر ندير منه كاس غير ربع تاع السكر. نخلط بالباتور البنات ولا بالفوي تاع اليد حتى يتخلط مليح الخليط ويولي معنا ابيض. هذوك جوج حبات تاع البيض يطلعوا معنا مع هذاك السكر ولا فاني ولا غم عطر الزبده. وهنا عندي مغرف تاع دهان معمره تاع لا مارغرين، تكون طريه، تكون في الكوزينه البنات تكونوا مخرجينها من الفريجيدار باش نقدو نزيدوها الخليط تاع البيض والسكر بالباتور ولا بلو مانيوال، تكون غامولي باش تقدروا تخدموها البنات. وهنا نجو نزيدو نص كاس تاع الزيت، بنفس الكاس اللي درنا به السكر نديرو نص كاس تاع الزيت، نديروه تدريجيا، نحصلوا على واحد القوام يكون كريمي تاع هذا الخليط. ابخي عندي نص كاس تاع الحليب، من الافضل تكونوا مخرجينه تاني يكون دافي باش ما يجمد لكمش هذاك الدهان تاعكم. وكاع كي نكملوا المواد السائله نجو نديروا الفرينه. عندي الكاس الاول نغربلها البنات، عندي زوج كيسان وربع تاع فرينه، توجور افيك لو ميم فيغ، تعبروا بنفس الكاس. عندي زوج كيسان وربع. عندي كيس خميره تاع الحلويات وزن 10 غرام. ونغربل الفرينه تاعي اكيد البنات. هنا درت زوج كيسان راكم تشوفوا، وغادي نزيد الربع على حسب انفيرون واحد زوج مغارف هكاك تاع الفرينه تزيدوها. نعرفوا بلي الخليط تاع الكيك يجي ثقيل على تاع الموسكوتشو البنات، والقوام تاع الكيك كي ناكلوه وتاع الموسكوتشو ماشي كيف الكيك يجي شاد روحه، يجي متماسك. باغ كونطخ الموسكوتشو يجي خفيف، يجي كي البونج هكاك يجي خفيف. هنا نخلط غير بالفوي، راني نوري لكم. شوفوا البنات، ما خفيف خفيف خفيف، ما ثقيل عجينه. ولا شوفوا البنات، شوفوا القوام تاع الخليط تاع الكيك تاعنا كيفاش يكون. هنا عندي المول تاعي البنات، هنا ملاحظه البنات، هنا المول تاعي كبير. دوك نقول لكم القطر نحطها لكم كي نحط لا فيديو نحطها لكم. لبسته بالبابي كويسون. لو كان ديروا مول صغير على تاعي شويه، تصغروا شويه، يجيكم لو كيك تاعكم عالي على تاعي. فوالا هنا لو مول تاعي انا كبير البنات. دوك نعبر ونحط لكم القطر تاع المول تحت الفيديو هذه اللي غادي نحطها لكم ان شاء الله. نجي نفرغ الخليط تاع لو كيك تاعي في المول، ونجيب خدمي هكا وندير هذيك الفتحه اللي في الوسط عفوا، ندير هذيك الفتحه اللي في الوسط بالخدمي اللي تعطينا الشكل الاعتيادي تاع الكيك باش يجي هكاك مفلق من الفوق. فوالا، ونخطه باش يدي كاع لا فورم تاع لو كيك تاع لو كيك. وهنا نجو نقطة مهمة، وانا هنا بالبنات قبل ما نكمل درت له شوية، كان عندي شوية لوز افيلي من الفوق اختياري. تبغوا ديروا الزبيب خلطوه مع شوية فرينة باش ما يهوتلكمش كاع لتحت، ولا تبغوا ديروا كاوكاو ولا اللي عندكم، ولا تبغوا كاع ما ديروش تخلوا الكيك تاعكم سامبل. انا هنا كان عندي شويه لوز افيلي درته له من الفوق. هنا نجو لنقطه مهمه تاع الطياب البنات. انا كي بديت نخلط الكيك كنت عاده ما شعلتش الفرن تاعي يحمى، دروك من كملته ودرته في المول غادي نشعل الكوشه تحمى، نشعل الفرن يحمى. علاش؟ باش نخلي الكيك تاعي يريح واحد ربع ساعه 20 مينوت، 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، لو طون اللي تحمى الكوشه باش يطلع هذيك الخميره. لاباط تاع الكيك تريح كيما نديرو مع لي مادلين، لاباط تاع الكيك تريح
لو كيك تاعنا يجي بومبي ويطلع غايه في الفرن، خير ملي ندخلوه مباشره. فوالا ندخلوه يطيب، نحمو الكوشه على 180. كي ندخلوه يطيب نديرو الفرن تاعنا على 160 درجه. البنات هو لي كيك يشدوا طياب، نديرو على 160 درجه ونحسبوا له حوالي 45 حتى 50 دقيقه. ما تحلوش الكوشه تاعكم حتى تفوت نص ساعه باش تفيريفو لو كيك تاعكم يكون لو كيك تاعنا واجد. صدقوني المذاق تاعه رائع، ولا تيكستور تاعه القوام تاع الكيك تاعنا غادي كي تذوقوه وديروا فيه هذاك لاغام تاع الدهان سورتو وتطبقوا الوصفه بهذه الطريقه والمقادير، غادي يجيكم كيما الكيك تاع اللي نشروه من المحلات. فوالا ويجي خفيف بزاف وبنين بزاف. نقول لكم هذه هي الوصفه تاعي معكم اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. الا عجبتكم اكيد خلوا لي تعليقات وخلوا لي لايكات. نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلوا في رواحكم، تهلوا في صحتكم، في رعاية الله. قبل ما نخليكم نقول لكم هنا نقطع فيه انا حامي، خلوه نتوما يبرد وقطعوه، جاء اكثر من رائع. سلام.